تنظيم لقاءات مفتوحة مع المبدعين لمقاربة قضايا في مجالات ثقافية وفكرية وتربوية لمد جسور التواصل المباشر بين كل الفاعلين، وجعل مؤسستنا فضاء للحوار والتبادل الثقافي. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، تلكم هي طبيعة علاقتنا بكم التي نعمل على توطيدها ومنحها بعدا مؤسساتيا عبر انتسابكم إليها، مؤكدين ارتباطكم الوجداني بها، وهو إحساس نشاطركم إياه. ولقد واكبتم ولا زلتم مختلف الأطوار التي مرت بها دار الثقافة التي كانت وستظل في الموعد معكم كما كنتم، ونأمل أن تظلوا كذلك. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، اقترحنا أن نفتتح هذه السلسلة من اللقاءات الشهرية بهذا اللقاء مع الدكتور علي أيت أوشن، الذي نعتز بانتسابه لهذه الثلة من المؤلفين المتعاملين مع الدار، ومن الذين يمتلكون غيرة معرفية عليها، وإذ نحيي مجهوداته في المساهمة في عملية التأليف، وتحديدا التأليف البيداغوجي الذي سعينا باستمرار لجعله آلية داعمة لكل المستجدات التربوية التي ترسم توجهاتها كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة، ولعل أبرز مشروعها هو مشروع القراءة. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، نجدد الترحاب بكم، وأملنا وطيد لدعمكم لهذه التجربة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.